المنبر على تدشينها الأول، وأتمنى لها المزيد من التقدم في القناة الإلكترونية في الكويت والدول الخليج عامة. أهنئكم بتدشين قناة المنبر، وراح بتكون إن شاء الله إضافة جميلة للقنوات الكويتية إن شاء الله في الإعلام، وتهنئة مني من خالص قلبي. معاكم دكتورة هبة العبدوانية. نتمنى لكم التوفيق في قناة المنبر الإلكترونية، فحقيقة هذه إضافة جدا للقنوات الكويتية، وإضافة أكيد أنه للجانب الثقافي في هذه القناة. طبعا اليوم احنا سعيدين بتدشين قناة المنبر الإلكترونية، واللي إن شاء الله بإذن الله راح تكون إضافة إلى الإعلام الكويتي والخليجي، وراح تكون إضافة لخدمة مجتمعية، وإن شاء الله بإذن الله راح نشوفها من تقدم إلى تقدم. أهنيكم على تدشين قناة المنبر الإلكترونية، وأتمنى أن تكون إضافة للإعلام الإلكتروني بدولة الكويت، وأن تقدم كل ما هو مفيد للمتابع والمجتمع. نهنيكم بالافتتاح قناتكم الجديدة، وربي يوفقكم ويسهل أموركم في أمور مواضيع اللي تقدموها، سواء للجمهور سواء للمبدعين سواء اللي لهم اهتمامات أخرى في مجالات الحياة، وإن شاء الله من تميز لتميز. أهنيكم على افتتاح قناة المنبر الإلكترونية الإعلامية إن شاء الله تعالى، وعسى تكون إضافة خليجية بإذن الله من هذا المنبر. محدثكم عبد الله السكيتي، ممثل في فرقة شباب عبري. أهني قناة المنبر على افتتاحها الرائع، وأتمنى لكم جزيل العطاء والشكر. مبروك عليكم تدشين قناة المنبر الإلكترونية، إن شاء الله تكون فاتحة خير للإعلام الكويتي، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله. أقدم التهنئة لقناة المنبر على تدشينها، ونتمنى لهم مسيرة إعلامية طيبة خلال السنوات القادمة، ويبقى الإعلام هو صوت المجتمع. صراحة أنا أشكر قناة المنبر على افتتاحها على القناة، واتمنى لهم التوفيق والنجاح، وانا اتمنى ان تكون ناجحه، وانا واثق ان راح تكون ناجحه ان شاء الله باذن الله، وراح تكون راح نكون سعيدين بنجاح هذه القناه ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم ان شاء الله.